المدرب محمد وهبي تعلن على التشكيله النهائيه اللي غادي تمثل المنتخب الوطني المغربي في المونديال امريكا والمكسيك وكندا. في هذا الفيديو هذا غادي ندويو على هذه اللائحه هذه وغادي ندويو على حظوظ ديال المنتخب في المونديال. معكم مهدي اكاي ذا مروكان جوت. سير الله. شفنا المدرب محمد وهبي قبل ما يعلن على اللائحه النهائيه دار واحد المعسكر اللي عيط فيه لبعض اللاعبين، عطاهم فرصه اخيره باش انهم يقنعوا ولعبوا واحد الماتش ودي مع منتخب مدغشقر اللي ربحنا ب 5-0. هاد اللعيبه هذه عجبتني بزاف وتتقول لك بزاف على المدرب. المدرب ما كانش محتاج انه يحط راسو في هاد لا سيتوياسيون، ولكن حط راسو في هاد لا سيتوياسيون لانه تفكر لو بيان ديال المنتخب وماشي ديالو. بالنسبه للائحه صراحه ما غاديش ناخذ عليها المدرب بزاف، لانه كمدرب باقي ما شفت ستيل دو جو بزاف ديالو باش نلومو علاش ما ديتيش هذا، ولكن تيبقى بالنسبه لي انايا تيبقى كنمني نفس نسوف بوفال، لانه تيجيني سفيان بوفال عنده واحد الحاجه اللي هاد اللاعبين كاملين اللي عيط ليهم المدرب ما عندهمش. كيبان ليا يقدر يكون حل في واحد الماتش اللي مغلوق، في واحد الماتش اللي مزير، تقدر تدخلو في واحد 10 دقائق ولا واحد 15 دقيقه. بيان سور ما غاديش يكون اساسي، يدخل في هاد 15 دقيقه وعنده داك الكوراج باش من اول كره يمشي يقصد ويدريبلي. عندك لعابه يدريبليو ولكن غتحطهم في هاد لا سيتوياسيون هادي ما عندهمش داك الكوراج ولا ديك الشجاعه ولا ديك الزعامه باش اول كره تعطيها ليه يمشي. دونك انا كان كيجيني انه سفيان بوفال كان غادي ينفعنا، لانه النوعيه ديالو مختلفه على هاد اللاعبين هادو اللي ديتي. وكيبقى المشكل ديال الدفاع انك ديتي لاعبين اللي غير جاهزين، بزاف ديال اللاعبين غير جاهزين. عندك حال ما تيلعبش بزاف، عندك عيسى ديوب ما تيلعبش بزاف، وعندنا المشكل الحقيقي اللي هو نايف اكرد اللي دار عمليه جراحيه وقال المدرب انه تعافى، ولكن تيجيني كان خصنا نديو لاعب اخر. انا صراحه ما كنتش كنتوقع نشوف اكرد. تيبقى واحد اللاعب في خط الدفاع اللي ما فهمتوش انا يقتل راسو. كان بالنسبه لي احسن لاعب في الدفاع في الكان اللي هو ادم مسينا، سال كوب دافريك كان مزيان. انا بالنسبه لي كان احسن من اكرد، مشى فسخ الكونترا ديالو مع تورينو وحصل بلا فرقه، ما عرفتش فين يلعب دابا. هذا اللعاب اللي تناضرني صراحه. خليتي بلاصتك مزيانه، كنتي انت اللي غادي تكون تما. بالنسبه لخط الوسط ما شفناش لوزه اللي تقدم اداء كبير، ولكن تنظن مع القدوم ديال بوعدي ممكن صعب المأموريه. بالنسبه للائحه ما عنديش عليها بزاف ديال الاعتراضات، وبيان سور احنا عمرنا غادي نتفقوا على لائحه. وانت اللي كتفرج قول لي دابا في الكومونتيرات قبل ما تكمل الفيديو شكون اللاعب اللي كنتي كتمنى انه يكون في اللائحه ديال وهبي المونديال، غير ما تقولش لي زياش. دابا ندوزو لحظوظ المنتخب في المونديال. كما شفنا الجامعه دارت مع المدرب المونديال وعاد يشوفوا وعاد يقيموا العمل ديال المدرب ويشوفوا واش غيكمل ولا لا. انا تيجيني ديجا ملي شرطوا هذا الشيء هذا على سكيتيوي قبل وحتى على وهبي، تيجيني ان الجامعه غاديين بديك اللعيبه الا ما جابش لينا دومي فينال بحال كما درنا في لا كوب دي موند الاخرى صافي راه اخفاء. واللي هو ماشي اخفاء، هذه واحد الحاجه مهمه خصنا نقولوا. علاش؟ لانه لما نرجعوا الاسباب ديال التالق ديال المنتخب، لعبتي كوب دي موند في الشتاء، حنا عارفين كيفاش اللاعبين ديال المنتخب تيتاثروا بالمناخ الحار. هاد المره هذه في امريكان غتكون حاره النيت ديال بصح. لعبتيها في قطر اللي فيها ديجا جاليه كبيره ديال المغاربه، والمغاربه سهل عليهم يتنقلوا ويمشيو لقطر. المهم الجمهور المغربي حتى هو كان دافع كبير، وبيان سور اللاعبين حتى هما ما كانش عليهم واحد الضغط لان المدرب كان يلا جا بشهر ولا بشهرين. دونك المهم كاينين كاع هاد الاسباب هادو خلاونا نشوفوا داك الانجاز ديال قطر، ولكن باش تاكسبكتي نفس النتيجه من النسخه اللي من موراها اللي كاع الناس عارفينك دابا وموجدين ليك. وعاد واحد الحاجه اللي ما تيدويش عليها الناس بزاف هي هاد النسخه هذه فيها 48 منتخب. النسخه السابقه
ولا النسخ السابقه كانت تكون فيهم غير 32 منتخب. يعني دابا ولا زايد واحد الدور ديال 32. كنتي نورمالمون كتلعب الجروبات، من بعد كدوز للدور 16، الدور 16 كدوز للدور 8. دابا غيولي عندك دور 32 عاد الدور 16 عاد الدور 8، يعني تزاد واحد الدور اخر. يعني الى هذا المنتخب هذا ديالنا داز الربع النهايه ديال هاد لاكوب دي موند، هادشي كيوازي ولا فحال دومي فينال ديال النسخه السابقه. هاد اللعيبه هادي تيجيوني الناس ما تيردوش ليها البال ولا ما تيقولوهاش. حنا بيان سور من حقنا كجمهور ولا كمغاربه اننا نحلموا اننا نمشيو بعيد، ولكن هاد المسابقات هادو ما تقدرش تحكم عليهم بحال هكا. كتبقى المهم والامر الاساسي هو اننا نتاهلوا من المجموعه ديالنا. كما تعرفوا الماتش الاول غادي يكون عندنا مع البرازيل ستاج الوحش من الاول، ابخي غادي يكون عندنا ماتش مع اسكتلندا في بوسطن، واخر ماتش غادي يكون عندنا مع هايتي. المجموعه كتبقى في المتناول. كما تعرفوا قلت لكم الحراره صعيبه في ميريكان، داكشي علاش متخوف شويه من الجاهزيه ديال اللاعبين ديال الدفاع. الا كنتي الفيديو حتى لدابا كتب لي في كومونتير ديما مغرب، وان شاء الله غادي ندير لكم جيف اواي ديال التونيات وديال الكواري ديال لا كوب دو موند. دونك هادشي اللي كاين. كان معكم المهدي اكيد مروكن كوتش، كاين جميع الريزو سوسيو، وضروري تتبعوني هنايا في السلام عليكم.